أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في عمل المحمية أو إن أنت تعمل محمية جديدة، مفيش حاجة اسمها مثلا دي هتنفع معايا ودي مش هتنفع معايا. أي شيء جيت أعمل محمية أنا قالوا لي مش هتنفع للعصافير بس. فأنا ربيت فراخ وربيت أنارب وربيت حمام. والفراخ، شايف الفرخة دي الحلوة دي اللي هي مطيانة دي واكلة من التين لما طلعت من أمها؟ دي البيضة بتاعتها. يعني انا مش خسران حاجه، بيضه مع فرخه مع حمامه مع ارنب. هي دي المحميه، مفيش حاجه تانية اعملها في المحميه. تابعوا معانا الفيديو وهتلاقوا المزيد عند كتكوت. الى اللقاء. لازم تثبت الفرخه عشان خاطر تكون معاها بسرعه. بهارات، عندك حته ملح، وبعد كده تحط على الجويات والكلب هياكلها. انا جاهز. زي ما الدكش عودنا كل يوم حد كده عايز يوكلنا حياة مشويات. دي سيد الفول ياسمين، جبناها لسه جديدة ما نجناهاش. وشوف النعناع ازاي، نعناع حلو بطريقة كبيرة، عاوز يتقص عشان الورق بتاعه خلاص ابتدى ينشف. الدخانة بتاعت الدكش خلت الواحد جاع. اتفضل. يلا يا عم، احنا مش هنخلص النهارده ده. الرجالة بتتعامل منك حاجك على طول جلب. انا لسه ما ودعتش ده كل ده ما ضايقتش. انا لسه تحت. لا هو ايدك. حضرت السلطات ولا لسه؟ تعالى اوريكم المحمية جوه، لكن الترابيزة اللي حاطينها لسه مفيش حاجة عليها. دي العنبة النهاردة عملت لها المداد على ربطتها في المداد اللي فوق ده. عندي مشكلة هنا في التين، شايفين ازاي؟ في حاجة بتاكل الورق بتاعه، ذبابة. ذبابة التين. طب دي اعمل لها دي هنا، الحاجة اللي طالعة فيها طالعة حاسسها ان هي مليانة. حاجة توشي، الحاجة لسه طالعة صغيرة. ده ليه علاج طبعا، بس الواحد ما عندوش خلفية كتير لأن الواحد ما كانش بيزرع حاجات زي كده. تين لسه جديد، نمو جديدة. يلا مش ينفع بس كده ويخلي الواحد ايه، حتى هو ماشي كده يقعد في الضلة. العنب ده مش عارف كده طبيعي ولا هو حية كده زي نفل. يعني في حاجات تانية هنا كده تحس ان العنب فيها كويس. الناحية التانية برضه في عناجيد اللي تحت مش كويسة.
لكن اللي فوق كويس بصراحة. النمل، مشاكل النمل عندي خرب الدنيا. الباذنجان مفيش نمو من كتر المية. شايفين التين ده قد ايه؟ النمو بتاعها ضعيف جدا لكن مربية والله. زرعت نمو عقد تين كتيرة من شهر 1 لحد احنا دلوقتي في شهر 6. كلها دي عقد تين. في حاجات نشفت من قلة المية وفي حاجات كتير عليه. ده انا عامله زي قصة نافورة، واحدة قصاد واحدة، واحدة قصاد واحدة، واحدة قصاد واحدة، كله تين. بس دي ثمر. ده انا ودي سيئة كمان تانية. دي طالعة من البذرة، النمو بتاعها ضعيف جدا. هنا عندي برضو معرفش ناموس اللي كده اللي بياكل. هذا ورد ومليانة شوك، مليانة هباب، بس زي ما انتم شايفين كده بالشكل دي. مش عارف انا اعملها ازاي. في حاجات طالعة جديدة اهي. تعالوا نشوف الفراخ بتاعتنا. ازيكم يا حبايبي؟ النور مطفي عندنا. هذا طلع. خش جوه يا ابني انت اهو، خش. كل صينية مكرونة للفراخ اهي، بالهنا والشفا. أهم حاجة تبيض. اللي مش هتبيض هعملها كفتة. ده الإنتاج. دي انت ايه ده؟ شكلها هتمطر ولا ايه؟ الشمس طالعة. تصدقوا شايفين؟ هي غيمة أكيد بتنطر في حتة تانية مش عندنا احنا. يلا يا ابني عشان بتجبرن في حتة تانية شكلها تنطر تسرون. حاجة تخوف. صدقنا من جو قلنا هيبقى صيف، قالوا لنا ايه هتنطر في حتة تانية. لكن بص انا بخليه هنا كده فراخ، الزبد بتاع الفراخ وبتاع العنارب وبتاع الحمام، باخد منه المية وازودها واكب للزرع. دي لسه مفيش نموات فيها ثمر يعني. دي بذرة يتم قط الزرع، ولكن الدودة كلتها. عندي مشاكل كتيرة في الدودة، وحتى في الطماطم. شايفين الطماطم دي كانت ورقة دي يعني زي كده، كلتها الدودة خالص. من يومين كنت بجيب دودة كبيرة فيهم بس موتها. المشكلة ان انت ممكن تشوفها لكن بلون الزرع، فانت مش هتقدر تميز. شايف ديت بالكدير دي ما شاء الله، هاد لها متر وتوصل للمحمية للسقف يعني. دي شجرة الرمان، مفيش أي زهراية حصلت وجدت. دول كوكتيل، عصافير كوكتيل. عايز ان انا اعمل ايه؟ احوش تاكل الحمام ده اللي فيهم ده قريبه. دي النتاية هناك كده قاعدة مع نفسيها.
بتهزرت. انا خايف احسن تنط والفرخة اللي احنا بنشويها تبوظ. دي برضه النموات اللي فيها بس بقت ازاي. دي سجلة عنب عاد راح تعمل عقلة، زرعتها في شهر 2 والله. جنبها سجلة تين ودي تين برضه، هما الاتنين عنب بس ايه كويس ان هما نفعوا. اللي جنبها دي مش عارف فين هي بصراحة. دي سجلة متسلقة بس شايف النمل فيها ازاي. النمل موتها مخلاش النمو بتاعها يكبر. ودي لازم تطعم، شجرة مانجو لو ما طعمش مش هتشتغل لأن دي مزروعة من بذرة، مفيش أي مبادرات فيها إن هي تطلع لنا حتى حباية واحدة بس. بيقولوا حتى لو أنت طلعت عندك بتطلع حاجات يعني عينات كده مش كتير. دي برضه شجرة الزيتون ربت فيها حاجات كتيرة خضرا السنة ده اهو. أول ما جو البحر كله تلاقيه طلع نموات حلوة. استنى بس لما كل الشجر ده يكبر واطلق مثلا جوز من الكوكتيل، جوز من الانجليزي، جوز من الزبرة، جوز من كناري. يعني نعمل لهم كل الوقفات هنا اهو كل حاجة. والعشوش لو هم عايزين يعملوا هنا عشوش اهو. شكلها النطرة قلبت علينا جوا يا جماعة والله. نروح نشوف الدبش ونيجيكم. خلينا اوريكم عنب البناتي ده. عنب البناتي طبعا انا زرعتها نفس اللي كانت في المحمية جوا اللي هناك دي اللي مش شغالة دي، زرعتها هنا في عبوة بلاستيك. شايفين المواد بتاعها وصلت لحد فين؟ اللي هناك مربتش حتى ركان زي دول. فمشكلة في حد ذاتها ان انت تزرع في الارض وبعدين ما يكبرش. زارع تحتها طماطم. بعدين يا ناطر شكلها كده ان هي مش هتجيب البار النهارده. شايفينها دايما ازاي. خلاص نضطر ان احنا نقفل الفيديو عشان خاطر المطره الحلوه دي هتغرقنا دلوقتي. نشوف هنعمل ايه، نلم الغسيل ده والحاجات دي. بس عايز اقول لكم يعني ان الحاجه اللي بتتزرع في البلاستيك يبقى النمو بتاعها كد اللي في الارض مرتين. معرفش هذا عشان الجدر بتاعها بيبقى محكوم وهي بتبقى عندها يعني ايه. شايفين هنا العنب هنا ازاي، هنا عشان في دار البيت. الناحية التانية عاد تحس ان العنب ميت فيه. دي برضه هعمل لها هنا كده لحد هناك كده، اجيب لها حاجة تمشي عليها. وبكده يبقى وصلنا لحد نهاية الفيديو. تنظرونا الأسبوع الجاي وفيديو جديد نكون جنينا العنب ده بإذن الله. شايفين كان زمان الواحد نفسه إن هو يبقى له حاجة زي كده. نشكر ربنا. إلى اللقاء.